فيلم ذا فاكولتي. كائن فضائي خطر بيسيطر على مدرسة وبيحاول كل اللي فيها الوحوش بيفترسوا أي حد في طريقهم. بيبدأ فيلمنا براجل بيقطع ديل مخلوق غريب وبيحطه في قفص مع فار أبيض، وبعدها بيحط عليه نقطة مية، وفي اللحظة دي بينمو للديل ده أزرع لونها أحمر وبتتلف حوالين الفار وبيدخل جوه ودنه. فجأة الفار بيمشي ببطء جدا زي ما يكون سكران. في اللحظة دي الراجل بيحس إن في حاجة غلط فبيقتل الفار بسرعة. بيكتشف إن الكائن ده طفيلي فضائي مرعب بيقدر يتكاثر بشكل لا نهائي لما بيلمس المية، ولما بيدخل جوه الإنسان بيسيطر عليه وبيقدر يحركه زي ما هو عاوز. الكائن ده سيطر على مدرسة ثانوية وقدر إنه يسيب ناس كتير ويسيطر عليهم، وأول واحد هو جو مدرس كرة القدم اللي بيكون طبعه صعب جدا وبيغضب بسرعة. بنشوف جو بيدرب الطلاب بتوعه وبيكون غضبان جدا من أدائهم، وبعد ما بيخلص تدريب بتقرب منه شخصية مخيفة ما بنعرفش هي مين. في نفس اليوم بالليل بيكون في اجتماع لمدرسين المدرسة دي. فاليري هي مديرة المدرسة. بعد الاجتماع ما بيخلص بيخرجوا كلهم من المدرسة، بس بتكتشف إنها نسيت المفاتيح بتاعتها فبترجع تاخدها. وهي خارجة من مكتبها بتلاقي جو واقف قدامها وبيقول لها إنه جاي عشان عاوز قلم منها، فبتديه القلم اللي محتاجه. فجأة جو بيضربها بالقلم في إيديها بشكل مرعب وده خلاها تصرخ وهي مرعوبة من اللي حصل. بتضرب جو في وشه بالمفاتيح وبتهرب بسرعة من المكتب وهي مش عارفة إيه اللي بيحصل، وبتجري بسرعة تفتح الباب بس بتلاقيه مقفول بسلاسل. بتطلب من كارين تساعدها وفي النهاية بتنجح إنها تفتح الباب وبتخرج وبتقفله قبل جو ما يحصلها. وقتها فاليري بتهدى خالص وبتعتقد إن جو مجنون، وفي اللحظة دي بتلف وراها وبتلاقي كارين بتبص لها بصة غريبة. بتاخد مقص وبتطعنها أكتر من مرة لحد ما بتقتلها، وده معناه إن كارين مصابة والمخلوق مسيطر عليها. تاني يوم الطلاب بيروحوا المدرسة عادي جدا ومش عارفين اللي حصل الليلة اللي فاتت. في الوقت ده بنشوف كيسي بيتمشى لوحده في ملعب كرة القدم، وفجأة بيلاقي حاجة على الأرض. بيكتشف جثة حشرة غريبة ما شافهاش قبل كده. فجأة بيظهر جو بيكلم كيسي بطريقة عنيفة، فبياخد الحشرة وبيمشي من قدامه بسرعة وبيروح يدي الحشرة لإدوارد مدرس العلوم على أمل إنه يتعرف عليها. بياخدها وبيحطها تحت الميكروسكوب وبيفحصها. مش بيقدر يعرف نوع الحشرة دي إيه، وبيقول له أكيد ده نوع جديد ما شفناهوش قبل كده، وبيقول له إنه هيبعت الحشرة للجامعة عشان يدرسوها أكتر. بس فجأة مية بتتقلب على الترابيزة وبتيجي على المخلوق ده. بيلاحظوا كلهم إنه بيبتدي يتحرك، فبياخدوا إدوارد وبيحطه في خزان مية صغير. المخلوق ده فجأة بتطلع له مخالب ومجسات. إدوارد وقتها بيمد إيده عشان يلمسه بس بيتصدم لما المخلوق ده بينقسم لمخلوق تاني معاه. إدوارد بيكتشف إن المخلوق ده عنده القدرة على التكاثر الذاتي. فجأة المخلوق ده بيهجم على إيد إدوارد وبيعضه، فبيسحب إيده بسرعة من المية وبيحس وقتها بألم فظيع، بس بيقول للطلبة بتوعه إنه كويس ومفيش أي حاجة. وبعد كام دقيقة المخلوق ده بيتضاعف أكتر وأكتر. بعدها بقى بتحصل الحاجات المرعبة في المدرسة، فبنشوف واحد اسمه ستان في الحمام بيستحمى. فجأة بتقرب منه جيسيكا وهي خايفة ومرعوبة، بتحضنه وبتقول كلام غريب مش بيقدر يفهمه، وجزء من شعرها بيقع لما ستان بيلمسه بإيده. كيسي بيشوف اللي بيحصل ده وما بيكونش مصدق، فبيروح بسرعة لكارين وبيقول لها، فبتكدب عليه وبتقول له إن جيسيكا بتعاني من هلوسة بسبب المرض اللي عندها، وبتقول له لازم الموضوع يبقى سر عشان سمعة جيسيكا ما تتشوهش. في الوقت ده بيلاحظ كيسي من خلال الكاميرا بتاعته إن جو واقف في ملعب كرة القدم تحت المطر وما بيتحركش وشكله غريب قوي. وقتها كارين كانت بتراقبه وبتبص له بنظرة غريبة. كيسي بيحس إن في حاجة غلط في كل المدرسين، بيروح لدليلة وبيقول لها، وبعد كده بيدخلوا مكتب المدرسين وبيفتشوا فيه عشان يلاقوا أي دليل يوضح لهم اللي بيحصل ده. في الوقت ده بيسمعوا صوت جو وكارين في أوضة جنبهم، فبيستخبوا بسرعة وبيراقبوهم من ورا الشباك. كارين وجو وقتها بيشربوا مية كتير قوي وبيتكلموا كلام غريب، وده بيخلي كيسي يتأكد إن في حاجة غلط حصلت في المدرسة. وقتها بتدخل روزا ممرضة المدرسة في الأوضة اللي فيها كارين وجو، فبيبص لها بطريقة غريبة وشكلهم كده ناويين يعملوا معاها حاجة. فبتروح كارين وبتقفل الباب بسرعة. روزا بتحس إن في حاجة غلط وبتحاول تهرب، بس جو مش بيديها فرصة تهرب، بيمسكها من وشها بعنف وبتظهر على وشه علامات خطرة وحاجات بتتحرك، وبيخلص عليها وبيقتلها. في وقتها كيسي ودليلة بيكونوا شافوا كل حاجة وبيخافوا قوي من الرعب اللي حصل قدامهم. بيحاولوا يستخبوا في الدولاب بس بيكتشفوا جثة جيسيكا اللي بتقع على الأرض، وده بيلفت نظر جو وكارين. وقبل ما يهجموا عليهم بيقدر كيسي يبعد جو بعصاية وبيرميه على الأرض وبيهربوا منهم. في الطريق بيقابلوا فاليري اللي تقريبا كده رجعت من الموت تاني، وهم مش مدركين إن فاليري واحدة منهم ومصابة زيهم. بيقولوا لها على كل اللي حصل في الأوضة، بس فجأة بيبصوا وراهم بيشوفوا روزا ومفيش في جسمها أي إصابات وعادية جدا. هنا بيدركوا إن كل المدرسين اتصابوا وتحولوا لوحوش، فبيجروا بسرعة وبيخرجوا من المدرسة. بعدها كيسي بيتصل بالشرطة وبيقول لهم على كل حاجة، وبيروحوا المدرسة يحققوا في اللي بيحصل. بيروحوا يفتحوا الدولاب اللي فيه جثة جيسيكا، مش بيلاقوا جثة ولا بيلاقوا فيه أي حاجة،
وده معناه إنهم خبوا الجثة. وفاليري بتقول لهم إن جيسيكا رجعت البيت لأنها تعبانة شوية، بس الشرطة بيقولوا لهم لازم يكملوا تحقيق وتفتيش. وبعد شوية الضابط بيقول لكيسي إن كل حاجة تمام ومفيش حاجة غريبة لقيوها. كيسي وقتها بيحس إن ضابط الشرطة مصاب ومتسيطر عليه زيهم. تاني يوم في المدرسة كل الطلاب راحوا يعملوا اختبار وفحص طبي، وكل اللي كان بيعمل اختبار وبيطلع تصرفاته بتتغير، وبيروح يشرب مية كتير قوي زي ما يكون مشربش مية قبل كده. في الوقت نفسه المدرسين كلهم بيتصرفوا بغرابة أكتر، وبيدخلوا مكاتبهم وبيشربوا مية كتير، بيملوا كل الخزانات بمية معدنية وبيطلبوا مية كتير قوي بيخزنوها، ومحدش فاهم بيعملوا ليه كده. كيسي بيقول لهم إنه بيشك في إن كل اللي بيحصل ده بسبب المخلوق الغريب اللي لقيوه قبل كده. بعدها بيجمع أصحابه القريبين منه وبيروحوا المعمل اللي كانوا بيعملوا فيه اختبارات على المخلوق ده. بيتصدموا لأنهم مش بيلاقوا المخلوق موجود في المعمل واختفى منه. ستوكلي بتقول لهم ممكن إدوارد يكون بعت المخلوق للجامعة عشان يعملوا عليه اختبارات ويفحصوه، بس كيسي بيقول لهم أكيد لأ، وإن المخلوق أكيد هرب. ستان بيكون حيران وبيسأل هو إيه اللي بيحصل في المدرسة ده. كيسي بيقول لهم إن أكيد الكائنات الفضائية سيطرت على المدرسين والمدرسة كلها، لكن ستان بيستبعد الفكرة دي خالص وبيتريق على كيسي وبيقول له أنت أكيد بتسمع أفلام كتير للكائنات الفضائية. زيكي وقتها بيكون مع صديقته الجديدة ماري، وساعتها بيسمع صوت المجموعة جاي من المعمل، فبيروحوا بيقول لهم بتعملوا إيه هنا. في اللحظة دي بيدخل عليهم الأستاذ إدوارد وبيسألهم بتعملوا إيه هنا وإزاي يدخلوا من غير إذن منه. زيكي بيقول له إن كيسي بيعتقد إن هنا في كائن فضائي. إدوارد بيبتسم ابتسامة خفيفة وبيروح يقفل الشباك. زيكي وقتها بيحاول يخرج، بس فجأة إدوارد بيمنعه، بيكشف عن حقيقته وبيضرب زيكي وبيرميه على الأرض. كل ما يحاول حد يخرج من المعمل إدوارد يضربه والمكان كله بيتحول لفوضى. زيكي بيسحب سكينة وبيضرب بيها إدوارد وبيقطع صوابعه. الصوابع اللي اتقطعت ابتدت تمشي وتهجم عليهم. بيقدر إدوارد يتغلب على زيكي بضربة قوية وبيرميه على الأرض، وبتخرج من إيده المقطوعة مجسات، وقبل ما يسيب زيكي بيحقنه بمادة في عينيه مش بيقدر يستحملها. وبعد لحظات إدوارد بيقع على الأرض وبيموت، وبيكتشفوا إن المادة دي ليها تأثير على المخلوق وبتقتله. كلهم بيقفوا وبيبصوا على إدوارد الميت وبيقرروا إنهم يهربوا من المكان بسرعة قبل ما حد يشوفهم. ساعتها كيسي بياخد عينة من المخلوق ده عشان يدرسوه أكتر. بيخرجوا كلهم مع بعض بهدوء جدا عشان محدش يلاحظ عليهم أي حاجة. لما بيخرجوا بيلاحظوا إن سلوك وتصرفات الطلاب كلهم اتغيرت، واللي كانوا مش بيحبوا بعض بقوا أصحاب، واللي كانوا ما يعرفوش حاجة في المنهج بقوا شطار جدا. وبقى كيسي وأصحابه هم اللي الناس الغريبة في نظرهم، بس بيفهموا إن المخلوقات دي سيطرت عليهم كلهم، فبيمشوا وسطهم وهم خايفين منهم ومرعوبين لأنهم بيكونوا مركزين معاهم قوي. وأخيرا بيوصلوا للعربية وبيدخلوا. ساعتها بتحاول مجموعة من أصحابهم تمنعهم يمشوا، بس زيكي بيسوق العربية بسرعة وبيهرب من المدرسة. بعد شوية بيوصلوا البيت عند زيكي عشان يدرسوا المخلوق اللي معاهم. وبما أن زيكي طالب ذكي جدا ومتفوق، بيكون عنده أوضة عبارة عن معمل صغير فيه أجهزة وأدوات علمية كتير. بياخد المخلوق اللي مع كيسي وبيقطع حتة من ديله وبيحطها في قفص مع فار، وبعدها بيحط عليه نقطة مية. ساعتها الديل ده بيتحرك وبيتحول لدودة وبتطلع له مجسات، وفي النهاية بيقدر إنه يدخل جوه ودن الفار ويسيطر عليه. زيكي بيستنتج إن المخلوق ده بيعتمد على المية عشان يعيش، وبيختار المضيف بتاعه وبيتحكم فيه، وبيقدر إنه يتكاثر بشكل لا نهائي. وبيكتشف إن في ملكة فضائية واحدة هي الأم والأصل، والدواء ده بيقدر إنه يمتص المية ويجفف جسدها ويقتلها. بتعتقد ستوكلي إنهم لو نجحوا قتلوا الملكة كل المخلوقات التانية هتموت في نفس اللحظة. وقتها كيسي بيقول لهم لازم يتصرفوا بسرعة ويلاقوا حل، عشان في خلال كام يوم المخلوق ده هيسيطر على المدرسة كلها، ولو اتأخروا أكتر من كده المخلوق هينتشر في كل مكان ويدمر الكوكب. بس المشكلة الكبيرة هي إنهم إزاي يحددوا الشخص اللي مسيطر عليه الملكة، واحتمال كبير تكون الملكة مسيطرة على واحد منهم حاليا. زيكي بيعمل نسخ كتير قوي من الدواء ده وبيطلب من كل واحد منهم يستنشقه عشان يتأكد إن مفيش حد فيهم مصاب بالمخلوق ده. كل واحد فيهم بدأ يستنشق الدواء، بس ماري ودليلة رفضوا لأنهم كانوا خايفين من تأثير الدواء عليهم. بس في النهاية ضغطوا عليهم واضطروا إنهم يستنشقوه، وللأسف اكتشفوا إنه دليلة المخلوق مسيطر عليها. وساعتها ستوكلي بتضرب عليها نار. دليلة بتبدأ تدمر في المعمل والأجهزة كلها، وبتحصل فوضى في المكان كله. وفي النهاية بتنط من الشباك وبتركب عربية صديقها وبتهرب. بيجروا وراها بس مش بيلحقوها وبتهرب منهم. المعمل كله اتدمر وما بقاش فاضل غير كمية قليلة قوي من الدواء، ولازم يدوروا على الملكة في أسرع وقت ويحقنوها ويخلصوا عليها. في الوقت ده بيكون في ماتش كرة قدم وفي عدد كبير قوي من الناس بيتفرجوا عليه، ولو ما لقيوش الملكة وقتلوها كل الناس دي هتتحول لوحوش. بيوصلوا للملعب وبيشوفوا هناك فاليري
اللي بيعتقدوا إنها الملكة لأنها مديرة المدرسة وصاحبة القرار. فليري لما بتشوف ستان وستوكلي بتمشي وراهم وبينجحوا إنهم يستدرجوها لصالة الألعاب، فجأة ستان بيهجم عليها وبيوقعها على الأرض وبيكتفوها. كيسي بيطلب منها تستنشق الدواء بس بترفض، وساعتها زيكي بيضربها بالمسدس وبيقتلها. كلهم بيتصدموا لما فاليري مش بتتحرك من مكانها، بس فجأة بتقف تاني قدامهم وفي عدد كبير قوي من الطفيلات بيخرج من الجرح اللي في راسها. ماري بسرعة بترمي عليها كل الدواء اللي معاهم، وساعتها بتقع فاليري على الأرض وجسمها كله بيتحول وبيتحرك، بس للأسف دلوقتي مش معاهم أي دواء وبيخافوا لأن فاليري ما طلعتش هي الملكة. بيخرج ستان عشان يدور على الملكة بنفسه، ووقتها بيلاقي جو مع فريق كرة القدم واقفين تحت المطر بشكل غريب. بعد شوية بيرجع ستان ليهم وبيقول لهم على كل اللي شافه. كل اللي موجودين جوه الصالة بيخافوا إن ستان ممكن يكون اتصاب بالمخلوق، وعشان كده رموا له أنبوبة فيها دواء يستنشقه. وساعتها بيتصدموا كلهم لما ستان بياخد الدواء وبيرميه على الأرض قدام عينيهم. بيدركوا وقتها إنه اتصاب بالفعل. الدواء اللي دمره ستان كان آخر حاجة معاهم، وبيعتقدوا إن جو هو الملكة ولازم يروحوا يدوروا عليه، بس للأسف مش معاهم أي دواء. زيكي بيقول لهم إنه معاه دواء في العربية بتاعته، بس بره المكان كله مليان وحوش. بيقرر زيكي إنه يروح يجيب الدواء من العربية وبياخد معاه كيسي. ولما بيوصلوا موقف العربيات بيشوفوا جو معاه مجموعة كبيرة من الطلاب، فبيستخبوا منهم بسرعة تحت أتوبيس. كيسي بيقرر يخرج يشتت انتباه الوحوش عشان يدي فرصة لزيكي إنه يروح ويجيب الدواء من العربية. وفعلا بيقدر زيكي يوصل للعربية بتاعته، بس للأسف مش بيلاقي أي دواء في صندوق العربية. ساعتها بتظهر إليزابيث قدامه وبيكتشف إن شخصيتها اتغيرت قوي وبقت جريئة قوي، لأن زمان كانت خجولة جدا ودلوقتي تصرفاتها اتغيرت وبيعرف إنها مصابة. في الوقت ده بيشوف زيكي الدواء في العربية من قدام، في وقتها بيقدر إنه يشتت انتباه إليزابيث وبيدخل العربية ويهرب بسرعة، بس للأسف إليزابيث بتركب العربية معاه. زيكي وقتها بيسوق العربية بسرعة جدا، بيلبس حزام الأمان وبيدخل في أتوبيس قدامه، وساعتها العربية بتنفجر وبيخرج منها بسرعة ومعاه الدواء. بيعتقد إنه خلص على إليزابيث وإنها ماتت، بس بيتصدم لما بيلاقي راس إليزابيث بتتحرك وطلع لها دراعات، فبيهرب من المكان بسرعة. وقتها بتكون ماري وستوكلي قاعدين لوحدهم. عمرهم ما كانوا يتخيلوا إن الملكة معاهم في كل مكان وكل وقت، بس مستنية الوقت عشان تهجم فيه لما يكون في شخص لوحده. ستوكلي ما كانتش تتوقع إن ماري الهادية اللطيفة هي الملكة. فجأة شكل ماري بيتغير وبتظهر على حقيقتها وبترجع لشكلها الحقيقي، المخلوق العملاق اللي بيدوروا عليه. في الوقت ده بيجي كيسي وبيشوف ماري وهي بتتحول للوحش الحقيقي. بيهربوا بسرعة من المكان، بس الوحش مش بيسيبهم وبيفضل يطاردهم في كل مكان يروحوا. بيوصلوا عند حمام السباحة عشان يهربوا من الباب اللي هناك، بس الوحش بيدخل المية وبيتحرك بسرعة كبيرة. بيمسك ستوكلي وبيسحبها في حمام السباحة، وقبل ما الوحش يفترسها كيسي بيسحبها بسرعة وبيخرجها من المية. الوحش بيبتدي يكبر ويبقى ضخم جدا، وده بيخوفهم أكتر وأكتر وبيجبرهم يهربوا بسرعة من المكان. فبيروحوا يستخبوا من الوحش اللي بيطلع بعدها من المية وبيرجع لشكل ماري وبيبدأ يدور عليهم ويطاردهم. بيوصل زيكي عندهم وبيقابل ستوكلي. ساعتها بتظهر ماري وكل واحدة فيهم بتقول على التانية إنها الوحش. زيكي بيقدر يعرف إن ماري هي الوحش لأنها بتبقى واقفة قدامه من غير أي هدوم، بس زيكي بيبقى محتار لأن ماري استنشقت الدواء قبل كده، بس في اللحظة دي بيكتشف إنها لما جت تستنشق الدواء سدت مراخيرها ورمت الدواء على الأرض من غير ما حد ياخد باله. زيكي في اللحظة دي بيطلع الدواء وبيقرر إنه يطعنها، بس بيتصدم لما ستوكلي بتمسك إيده وبتمنعه، وبتكون هي كمان اتصابت زيهم والوحش سيطر عليها. في اللحظة دي بيجي كيسي وبيمسك ستوكلي وبيحبسها جوه قفص حديد وبيقفل عليها بسرعة. وقتها ماري بتتحول للوحش الضخم وبتبدأ تطاردهم، وبتحصل فوضى كبيرة أوي في المكان. في الوقت ده الوحش بيضرب زيكي وبيطيره في الهواء وبيقع على الأرض وبيتصاب إصابات خطرة جدا، وراسه بتنزف كتير جدا وبيغمى عليه. كيسي بيروح يطمن عليه، ولما بيلاقيه مغمى عليه بياخد الدواء منه. الوحش بيجري وراه مش بيسيبه، وكيسي بيجري بسرعة لملعب كرة السلة وعمل وقتها خطة عشان يحاصر الوحش ويقتله. فاستدرج الوحش تحت المدرجات. كيسي وقتها بيجري بسرعة وسط المدرجات الحديد، والوحش دخل وراه وهو مش عارف إن دي نهايته، وبسبب حجم الوحش الكبير بيتحاصر بين المدرجات الحديد قبل ما يوصل لكيسي. في اللحظة دي كيسي بيطعن الوحش بالدواء في عينيه. ساعتها الوحش بيرش عليه طفيلات كتيرة قوي بتدخل جوه جسمه، بس في آخر لحظة مفعول الدواء بيشتغل والوحش بيموت، وساعتها الطفيلات بتموت معاه، وكل الناس اللي اتصابوا بطفيلات بيرجعوا طبيعيين تاني. في النهاية الناس كلها بتعرف القصة اللي حصلت، وكل الجرايد بتتكلم عن كيسي وبيلقبوه بالبطل اللي أنقذ العالم. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الجديد من فيلم جديد. شكرا على المشاهدة والسلام يا صديقي.